كتير مننا بيشوف قنوات بتتعمل على يوتيوب بس شكلها بيفضل هاوي شوية، وفي نفس الوقت بنشوف قنوات تانية من أول فيديو ليها تحس إنها بروفيشنال وبقالها سنين شغالة. تفتكروا إيه السر؟ الموضوع كله في كلمة واحدة: الهوية. طيب عشان الصورة توضح أكتر خلينا نبص على المقارنة دي. على الشمال عندنا القناة اللي شكلها مجرد هواية، يعني ألوان داخلة في بعض، خطوط كل مرة شكل، حاجة كده تايهة وسط الزحمة. لكن بقى على اليمين الموضوع مختلف تماما، قناة شكلها احترافي من اليوم الأول، هوية واضحة ثابتة وقوية بتخليها تتعرف من بعيد. طيب إزاي نوصل للشكل الاحترافي ده؟ الحل كله في اللي بنسميه هوية القناة، والكلمة دي مش مجرد مصطلح كبير وخلاص، لأ، دي فعلا المعادلة السرية اللي بتنقل أي قناة من شكل الهواية لشكل الاحتراف والثقة. طب يعني إيه هوية قناة بالظبط؟ ببساطة شديدة هي الخلطة بتاعتك، الخلطة اللي فيها العناصر المرئية والنبرة بتاعتك، واللي بتخلي القناة ليها بصمة خاصة، لدرجة إن أي حد بيتابعك بمجرد ما يشوف الصورة المصغرة من غير حتى ما يقرأ الاسم يعرف فوراً إن الفيديو ده بتاعك. والجميل إن المعادلة دي بسيطة جدا. الهوية دي بتتبني على 4 أركان أساسية. أول حاجة الألوان الأساسية اللي بتستخدمها. تاني حاجة الخطوط اللي بتكتب بيها وليها توقيعك الخاص. تالت حاجة نبرة الصوت وطريقة الكلام، هل هي جدية، كوميدية، وأخيراً الجو العام أو الفايب بتاع القناة. لما الأربعة دول يتجمعوا مع بعض بيكونوا الهوية الكاملة للقناة. تمام، خلينا بقى ندخل في الجد ونشوف إزاي نبني الهوية دي عملياً خطوة بخطوة. وأول حاجة هنبدأ بيها واللي بتعمل فرق كبير جداً في الشكل هي اختيار مجموعة الألوان الخاصة بالقناة. المحترفين في المجال ده عندهم قاعدة بسيطة جدا بس فعالة قوي، بيسموها قاعدة الألوان الثلاثة. ليه؟ عشان يتجنبوا الدوشة والزحمة في التصميم. القاعدة بتقول اختار لون أساسي، ده البطل بتاعنا، وبعدين ضيف لون مساعد يخدم عليه، وفي الآخر لون ثالث للإبراز أو الهايلايت، ده اللي بنستخدمه عشان نلفت النظر للحاجات المهمة. وهنا قدامنا أمثلة عملية بتورينا إزاي القاعدة دي بتشتغل. بصوا على قوة التباين بين الألوان دي، يعني مثلا شوفوا الأصفر مع الأسود والأبيض، تركيبة بتخطف العين فورا، أو الأزرق مع البرتقاني، تركيبة جريئة ومميزة، أو حتى الأحمر مع الأبيض والرمادي. دي كلها تركيبات ألوان أثبتت نجاحها مرة واثنين وثلاثة. وهنا بقى في تحذير مهم جدا وغلطة للأسف كتير بيقعوا فيها. أرجوكم ابعدوا تماما عن استخدام 6 أو 7 ألوان في تصميم واحد، ده بيخلي الشكل يبان مشتت وغير احترافي بالمرة. خلوا القاعدة دي في بالكم دايما، البساطة هي قمة الاحترافية. كده احنا ظبطنا شكل القناة من ناحية الألوان. دلوقتي جه الوقت ان ننتقل لحاجة تانية لا تقل أهمية، وهي صوت القناة. ازاي القناة بتتكلم، وايه شكل الكلام ده اللي هو يعني أسلوب الكلام والخط اللي بنستخدمه. وقبل ما تجري تختار أي خط شكله حلو لازم نقف لحظة ونسأل سؤال مهم: هي إيه شخصية القناة بتاعتي؟ لأن الخط ده مش مجرد شكل، ده هو اللي هيعبر عن الشخصية دي بصرياً. يعني مثلا هل القناة بتاعتك كلها حماس وطاقة ونبرتها تحفيزية، ولا يمكن بتقدم معلومة بشكل مباشر وهادي يعني تعليمية، أو يمكن بتحب تتعمق في التفاصيل وتبقى تحليلية، أو ممكن تكون صريحة جدا وجريئة، أو على العكس تماما هادية ومريحة للأعصاب. لازم نحدد النبرة دي، والأهم نثبت عليها. الثبات ده هو اللي بيبني علاقة واضحة مع الجمهور. ولما نيجي نختار الخط نفسه في كم قاعدة كده، دي أساسيات ما ينفعش نتنازل عنها. أولاً لازم يكون واضح وبيتقري بسهولة. ثانياً يكون عريض ومؤثر ليه حضور. ثالثاً ودي مهمة جداً دلوقتي، لازم يكون مقروء بوضوح على شاشات الموبايل الصغيرة. والنقطة الأهم من كل ده، نستخدم نفس الخط كل مرة. الثبات هو سر النجاح هنا. تمام، دلوقتي احنا جمعنا كل قطع البازل، الألوان والخط والشخصية. جه الوقت بقى نركب البازل ده في أهم مكان على الإطلاق، المكان اللي بيخلي الناس تقرر تضغط على الفيديو أو لأ، الصورة المصغرة أو الثامنيل. عشان نعمل صورة مصغرة مثالية لازم يكون عندنا نظام واضح نمشي عليه. أول حاجة نستخدم مجموعة الألوان اللي اخترناها لهويتنا. تاني حاجة نستخدم الخط المميز بتاعنا. تالت حاجة ودي مهمة قوي، الصورة لازم تطلع نفس الطاقة والشخصية بتاعت القناة. ورابع حاجة ممكن نغير في شكل التصميم من فيديو للتاني، بس لازم الهوية الأساسية تفضل ثابتة وواضحة. طيب في النهاية وبعد كل الشغل ده، إيه لازمته؟ ليه كل ده مهم أصلاً؟ الإجابة بسيطة، لأن بناء هوية قوية ومتماسكة للقناة هو الطريق المختصر لنمو أسرع بكتير. خلينا نشوف الفرق في النتائج عامل إزاي. من غير هوية قوية القناة بتفضل تبني جمهورها ببطء شديد، والمشاهدين ممكن يشوفوا الفيديو وينسوا القناة بعدها بدقيقة، بنبقى مجرد صوت في الزحمة. لكن لما يكون في هوية قوية القناة بتتحفر في الذاكرة،
بنبني ثقة، والناس بتبدأ تدور على فيديوهاتنا وتضغط عليها حتى من قبل ما يقرأوا العنوان. وده بالظبط هو الهدف النهائي اللي أي صانع محتوى بيحلم بيه، إن الناس توصل لمرحلة إنها تفتكرك وتضغط على الفيديو بتاعك بمجرد ما تشوفه قبل حتى ما يقروا العنوان. ليه؟ لأنهم ببساطة بقوا عارفين مين أنت وواثقين في اللي بتقدمه. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم فيديوهاتنا اللي جاية، ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.